بدك تشتري عقار بسوريا؟ لازم تسمع هذا الفيديو للأخير لأن كتير موضوع بيهمك، إن كان بحلب وإن كان بالشام ولا حمص ولا حماة، وقيس على كل المحافظات السورية. طبعا سوق العقار بسوريا مختلف عن كل أسواق العقارات بالعالم. مين محدده؟ المكاتب العقارية، هيك المزاج تبعهم. بدك تبيع يا معلم؟ والله يا معلم المعروض كتير والأسعار بالأراضي. بدك تشتري؟ والله يا معلم المعروض قليل كتير والأسعار بالنار. وكله كوم، وهدول بيطلعوا لي على الفيسبوك كوم. بتشوف فيديو مدته 5 دقائق بفرجيك البيت من كل اطرافه من كل زوايا البيت، وهدول بصوروا لي خاصه الديكورات الاحمر والاصفر والاخضر والبنفسجي، وبقول لك اخر فيديو بعطيك السعر. بستنى لاخر فيديو بقول لك ضع نقطه او ارسل رساله على الخاص. لك تبعت له على الخاص، بعت لك مجموعه الواتساب، بتحكي معه على الواتساب وبقول لك تعال شوف البيت اول. لك حل عني يا رجل. وكله كوم والاسعار كوم تاني. شو الاسعار؟ هي الارقام بالضبط اللي بالكم اياها: 75 الف دولار، 100 الف دولار، 125 الف دولار، 150، 175، 225، يعني ما في 200، 250. ارقام كلها صحيحه سبحان الله. يعني ما في مثلا 72 ونص، لا 75. واحد عرض لي بيت بحلب بسيف الدوله. لك بسيف الدوله 250 الف دولار. يعني 250 الف دولار يا جماعه، يا جماعه انتم متخيلين؟ 205 مساحته 170 متر. فيه ابو، لا يعني الابو يعني طالع نفط، يعني الابو بحفر نفط بيطلع لي نفط. يعني السطوح تبعه فيه قمر صناعي فارجين القمر. يعني ما فهمت ايش 250 الف دولار. يعني خلصنا بلا جشع بلا جشع. يعني بيت بحلب عم بتبيع، ما عم بتبيع انت فيلا بتركيا على البوسفور معلم. بقاش عم بصير بيت حقه 40,000 50,000 دولار، بيت حقه 40 50,000 دولار. عم بيجي صاحب البيت عم بقول خليني ازود 10,000، بزود 10,000 بصير 60. بتعطيه لمكتب العقاري، مكتب العقاري بقول له شو طلب فيه؟ بقول له 60. صاحب مكتب العقاري بيطلب 80. هذا اللي عم بصير. وجرى على ذلك كل شيء. شفت بيت من شهر بحلب جديده، جديد عقار جديد عم يطلع. دخلت على البيت خلص البيت مثل ما عم بحكي لكم 3 غرف وموزع. لك خيو شو قد مسحته هذا البيت؟ قال 100 متر. قلت له اتحداك اذا هاد 100 متر. لك في غرفه انا ما عرفت غرفه شو، ما عرفتها ايش شو هي. لك ايش هي الغرفه؟ ما عرفتها غرفه شغاله، غرفه غسيل. قلت له هي الغرفه لا ايش هي، ما فهمت انا ايش هي مساحتها. مثلك مترين ونص بمترين ونص. قال مساحه البيوت الجديده كلها هيك. شو قد بده حقه؟ 120 الف دولار. قلت له خير. خير البيت قد مساحته اعطيني. قال لي تعال نزل لتحت نسال صاحب العقار شو قد المساحه. خيو شو قد مساحه البيت؟ قال ايش بدك انت بشو قد مساحه البيت؟ انا اصلا وقت بكتب لك العقد ما بكتب قد مساحه البيت، بكتب لك 3 غرف. لا قلت له شلون بدي اشتري انا؟ شلون بدي اشتري؟ عم بشتري بيت عم بدفع لك 120 الف دولار. والبيت 100 الف بدفع له، يعني 100 الف بدفع له هلا، وال 20 الف بقسط لي اياها. يا الهي قد رحماني. بقى نصيحتي اللي يشتري بيت هلا يتريس، يتريس، لأن الأسعار فيها جشع كتير كبير، كتير كبير الجشع. سلام. طبعا لا تنسى تشير الفيديو لرفيقك اللي يشتري بيت. انت اكيد ما راح تشتري. صبور صبور، نصيحة صبور.